بالأمس أذعنا حديثا مع محمد صاحب أول دعوة قضائية في مصر القضاء الإداري، قضية مرفوعة لتغيير ديانته من الإسلام إلى المسيحية في كل المحررات الرسمية. وكان الحديث ده أو القصة دي شغلت الصحافة والرأي العام، ليس فقط لأنها الأولى من نوعها، لأنه كان واضح أنه في تقصد ورغبة كبيرة جدا في عمل تسليط إعلامي عليه. إنما الحقيقة من امبارح لحد النهاردة احنا كنا في حالة من البحث المحموم. كلمنا وصلنا لوالد محمد اللي احنا مش عايزين نقول اسمه بالكامل هذه المرة، وهقول لكم ليه. وصلنا لعدد كبير من أصدقائه وزملائه اللي زملوه وعرفوه لسنوات طويلة. وأيضا توصلنا لبعض من تعامل معهم لما كان على معتقدات سياسية مختلفة ومتغيرة، إسلامية وشيوعية واشتراكية وغيرها. أنا هقول لحضراتكم ماذا وصلنا، وهقول لكم الخلاصة اللي خلصنا لها كبرنامج العاشرة مساء. أولا، والد محمد الحقيقة كان في حالة من الانهيار والبكاء، وكان في حالة من الترجي الإنساني بألا نقول أي تفاصيل عن محمد وعن أسرته بالتبعية، لأنه الأسرة بتعاني حالة لا يمكن أن توصف. إخواته البنات اللي في الجامعة والأسرة نفسها والأب. وباختصار الأب قال كل الكلام اللي قاله ابني على الشاشة كذب. ابني فضل لحد السنة اللي فاتت موجود في البيت، هو خرج من البيت بس وانشق من سنة واحدة وما يعرفش عنه حاجة. والحقيقة قال إن هو الأب هيحرك دعوة قضائية ضد الابن، ما نعرفش إيه فحواها، ولكن هذا ما قاله الأب. احترمنا شعوره الإنساني واحترمنا حقه في إنه أكثر من الاسم الأول للشخص لا يمكن أن نقول أو نبوح بأي تفاصيل عن الأسرة أو عن الأب. الحقيقة اتصلنا بالصحفي حمدي جمعة، وهو مراسل المصري اليوم، جريدة المصري اليوم في بورسعيد، والذي ارتبط بعلاقة جيرة وصداقة وزمالة في الجامعة مع محمد من سنة 99، والذي أكد لنا أن محمد كان يواجه ضائقة مالية صعبة للغاية بعد اختلافه أو بعد خلافه مع أسرته وخروجه من المنزل أو بعد طرده من المنزل منذ حوالي عام. في اتصال آخر مع الكاتب القبطي جمال أسعد عبد الملاك، أكد لنا أن أنه يعرف محمد شخصيا بصفته كان أحد الأعضاء الاشتراكيين الثوريين في حزب العمل، وأنه يعتقد الحديث على لسان الكاتب القبطي جمال أسعد عبد الملاك أن هذا الشخص غاوي شهرة، وأنه لو كان صادقا في اعتقاده المسيحي فالموضوع لم يكن يتطلب كل هذا الشو أو المظهرية. اتصلنا بزميل آخر له على أحد مواقع الإنترنت، والذي أفاد بنفس ما قاله الأب وأستاذ جمال أسعد عبد الملاك، وقال إنه غير معتقده السياسي والفكري أكثر من مرة في عدد من السنوات، ومعظم من عرفوه اعتقدوا أن المسألة لا تخرج عن حالة فردية لشخص ربما يريد تسليط الضوء عليه، ربما يود الخروج من ضائقة مالية، ربما يحاول أن يخدم أفكارا شخصية أو أفكار لأشخاص أخرى، الله أعلم. النهاية أنه اليوم ووفقا للمسؤولية المهنية اللي نتعامل بها دائما في العاشرة مساء معكم ومع أنفسنا، والتي تضع المعايير المعلوماتية اللي جزء منها عرضناها لحضراتكم، وتضع أيضا معايير مشاعر الجمهور كأولوية في أولوياتها الإعلامية، واعتقادا منا أن الاستمرار في هذا الحديث ومتابعة هذه الحالة قد يلقي بظلال من الضغائن بين فئات من المصريين، واعتقادا أيضا أن هناك الكثير من الأشياء التي تستحق منا الاهتمام أكثر من حالة شخص أراد أن يغير خانة الديانة في المحررات الرسمية. سوف نتجاوز عن هذا الموضوع ولن نكمل المتابعة الإعلامية له، وليكتمل في ساحات القضاء شأنا شخصيا لذلك الذي أراد التغيير. ده كان بيان من العاشرة مساء لحضراتكم، أو على الأقل دي الخلاصة اللي توصلنا لها، واللي أعتقد أنها بتعبر عن رأينا فكريا وضميريا.
نشكر ربنا لأن ده أول مؤتمر على هذا المستوى، هو القاهرة الكبرى. وطبعا لازم تعرفوا أنه لا يوجد حي بدون استثناء في القاهرة بلا حالات ارتداد. ونشكر قداسة البابا أنبا شنودة الثالث، ربنا يحفظ حياته، لأنه جعل لجنة في المجمع المقدس تحت إشراف نيافة الأنبا بخوميوس للاهتمام بهذه الخدمة، رعاية الأسرة. واللجنة دي اسمها تثبيت الإيمان. ونشكر أيضا المجمع المقدس، ونشكر نيافة الأنبا بخوميوس. وإحنا امبارح قد إيه استفدنا، إن شاء الله مرة نقعد مع نيافته. إحنا قعدنا كذا مرة قبل كده اللجنة الدائمة لهذه الخدمة. قضية الارتداد أنا بلخصها في كلمتين، هي قضية بقاء وأبدية. إنه مستشف خطر عظيم جدا على الكنيسة المسيحية في مصر بكل عائلاتها. الخطر ده هو كثرة عدد البنات المسيحيات المرتدات عن الإيمان المسيحي. ده أكثر حاجة كانت محزنة، يعني أكثر حاجة كانت مخيفة ومرعبة. البنات المسيحيات بيرتدوا، والشيء الغريب إنه مش كلهم فقراء. يعني ممكن مثلا نقول واحدة بترتد عن الإيمان عشان فقيرة مثلا محتاجة، لا، ده في متعلمات وجامعيات ومثقفات ومخطوبات، مش يعني مخطوبة، وأيضا خادمات. ده شيء مذهل. فين الكنيسة اللي هنا؟ فين الكهنة اللي هنا؟ وده إيه اللي حصل؟ قال البنت خطفت. طبعا أنا لا أؤمن موضوع الاختصاص، إلا بالاختصاص الأخير بتاع ربنا يسوع المسيح، لكن بنت تخطف دي ما تدخلش مخي. مفيش حد بيخطف حد دلوقتي. مفيش حد يقدر يخطف قطة دلوقتي. وما يخطف بني آدمة وزنها 60 70 80 كيلو مش ممكن يخطفها ازاي؟ لكن هي بتبقى عملية ايه؟ للدار الحقيقة. لازم تعرفوا يا أبهات يا إخوة، هنا في القاهرة يوميا زي ما قلنا في الأول، إحنا بنتكلم بنعمة ربنا عن خبرة وخدمة، مش كلام نظري. يوميا توجد عدة حالات ارتداد، ده اللي بيصل إلينا إحنا في الأنبرويس. ومش عايز أقول لكم في بعض الأيام توجد أرقام في يوم واحد لا تخطر على بال أحد فيكم. بالنسبة لنا حالات الارتداد كثيرة جدا وفي تزايد، ويوميا بدون استثناء احنا بنخسر من أولادنا وبناتنا. واحنا بيجينا يوميا في الأنبرويس عدة حالات، أحيانا يتجاوز في اليوم الواحد أكثر من 20 حالة. وفي الأزهر يوميا عدة حالات لا تقل بين 80 و200 حالة. احنا بنقول حاجات احنا طبعا مختبرينها، مش مجرد كلام، واحنا بنبعت الأزهر 2.6، فاحنا تناقصنا المدى 2.6% في خلال كم سنة؟ 70 سنة. اللي عارف قانون المتوالية الهندسية العكسية يبقى نظريا طبعا ربنا ما يسمحش ننقرض بعد 200-300 سنة. دي قضية خطيرة. ننقرض بعد 200-300 سنة، ننقرض بعد 200-300 سنة، ننقرض بعد 200-300 سنة، ننقرض بعد 200-300 سنة، ننقرض بعد 200-300 سنة.